معاشر الإخوة، نحن نعيش زمنا يصدق فيه زمن به الإسفاف راجت سوقه، وبلي المقدم فيه بالمتأخر، ركن الحضارة فيه فحش كامل مع لوثة الإلحاد تحت الأسطر. لقد تكلم بعض السفهاء مؤخرا منتقصين من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، متهمين إياه بالإرهاب، مستدلين على ذلك برسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك التي كانت تصدر بقوله صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، معتبرين هذه الجملة عنوان إرهاب، وأنها مخالفة للحريات المتعارف عليها دوليا. ماذا أقول؟ إن البلادة والغباء والحطة والخسة كلها ألفاظ تتبرأ من هذا الكلام الذي ينطح بعضه بعضا. لا أريد أن أسمي الشخص، فمبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يذكر فوق المنابر، ولا يصلح أن تتلطخ بذكره الحناجر، إلا أنني أريد أن أقول لكل طاعن في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتهم إياه بالإرهاب، سواء كان في بلدنا أو في أي مكان على وجه الأرض، إنها كلمات من علقم وحنظل وجندل إلى كل ذي ضجيج وشحيج وخوار ونهيق وعجيج يحاول النيل من مقام النبي الكريم الرحيم. كلمات تقول: تنحى لئيم عن كل شامخ فإنك لن تستطيع تلك الروابيا، وإن تسعى تطلب طاهرا لتدركه لا تفتأ الدهر عانيا، لا زلت ترفل في خزي وملأمة تجر أديال ذل بين كل الخلائق. انبح، فليس يضر نبح الكلب نجما، وليس تخاف من حمر أسود. تقاصر، فما الشم الشواهق كالصوى، ستهوي من علياء نيق إلى الهوى، لأن متهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء خليق، وشيمته المناكر والنهيق، فهجوك يا متهم رسول الله منشور، ومدحك منطوي. يا ركن القبائح ومجمع الفضائح وتمثال اللوم وكل مذموم، يا مجمع العار من ذيله قش لا يتحرش بالنار، لأرسلنها كلمات نحوك صاعقات ودواهي مقلقات تلدغ الأبشار، فارتع بخزي يا دجيجيل الملا، ليس النباح ينال من بدر الدجى، تفنى المزاعم والسماء هي السماء، إنه رسول الله بل خليل الله، ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يعلم أن الله أقسم بحياة أحد غيره، الله شرفه وكرمه وأعلى قدره في العالمين وبجله، لا زال شانيه محشو الحشا كمدا، والله لا زال عما يشين يرعاه، فداه أنا وأبي وأمي وقومي والعشيرة والأهالي. أتتهم بالإرهاب من قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أتتهم من قال الله في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، رواه مسلم. المقفي يعني المتبع للأنبياء، والحاشر أي الذي يحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره. معاشر الأحباب، لقد أراد الله العلي أن يمتن على العالم برجل يمسح آلامه ويخفف أحزانه ويرثي لخطاياه ويستميت في هدايته ويدافع عن الضعيف ويكسر شوكة الظالم وينشر الرحمة، فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وسكب في قلبه من العلم والحلم، وفي خلقه من الإيناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من السخاوة والندى، ما جعله أزكى عباد الله رحمة وأوسعهم عاطفة
وأرحبهم صدرا، فبما رحمة من الله لنت لهم. وقد لازمته هذه الفضائل العذبة في أعصب الساعات عندما حاول المشركون في أحد اغتياله وألجأوه إلى حفرة، ونظر صلى الله عليه وسلم إلى زهرة أصحابه فوجدهم مدرجين بدمائهم على الثرى، ونظر إلى بقية أصحابه ونظر إليه بقية أصحابه فإذا خده قد شق وسنه قد سقطت صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الظروف قيل له دع على المشركين، فغلبه رفقه وتدفقت رحمته، وجعلت نفسه العالية تستميح لأعدائه العذر، فكان دعاؤه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إن القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة، فهي أبدا إلى الصفح والحنان أدنى منها إلى الحفيظة والاضطغان. إن القسوة في خلق إنسان دليل نقص كبير، وفي تاريخ أمة دليل فساد خطير، فلا عجب إذا حذر الإسلام منها واعتبرها علة الفسق عن أمر الله وسر الشرود عن صراطه المستقيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.